كثير من يقولون إنهم دعاة، يكونون جماعات ويقولون إنهم دعاة تحت هذا الغطاء، وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال، إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على حق، وهذه هي الدعوة الحق. ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه، فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه داعية إلى حق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل، ولا يغتر بأنه من الدعاة. هناك دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. نعم. وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، كما هو واقع الآن، كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت الغطاء هذا، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما. نعم. ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. الأمر الثاني الصبر والثبات، ولا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد، تصبر على ذلك ما دمت على الحق، اصبر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم.